السلام عليكم يا جماعة. حصل زلزال دلوقتي حالا من في اسكندرية، أنا منطقة ميامي. زلزال قوته اللي عرفناه دلوقتي، طبعا فتحت لايف على طول أتأكد من الناس، واتأكدت الحمد لله إن هو زلزال بقوة 4.8 بمقياس ريختر، وجاي من منطقة اليونان. عايزة أقول لكم إن الزلزال قوي جدا جدا جدا. أنا في حياتي أنا حضرت زلزال 92، كنت صغيرة جدا، كنت طفلة صغيرة جدا، ما شفت زلزال قوي زي ده. ربنا يستر يا رب ما يكونش فيه أي خسائر. عايزة أقول لكم إن أنا اتزلزلت في مكاني كده، قاعدة لقيت الدولاب هيتحدف عليا، والتسريحة بيتقلبوا عليا، والعمارة كلها وأنا قاعدة كأنها عايمة على المية، عايمة على مية مش ثابتة على أساس. ربنا يا رب ما يكتب على حد. انا اتسمرت في مكاني، ولا عرفت ان انا انده على ولادي اصحيهم، ولا عرفت ان انا اقوم اتحرك من مكاني لحسن حاجه تقع عليا. بتشاهد بالعافيه. الحاجه الوحيده اللي قدرت اعملها ان انا اتشاهد، وكانت هي الحاجه الوحيده اللي قدرت اعملها. صعوبه الموقف فعلا صعب جدا، ربنا ما يكتبها على حد. ولكن انا طبعا متاكده ان هو مش تخيلات، لان انا ما حسيتش بيه وانا بعمل حاجه. لا، انا قاعده ومركزه كويس جدا، والدولاب بيميل عليا رايح جاي رايح جاي لمدة دقيقة. الزلزال يا جماعة بتاريخ 2011. أنا أتأكد من التاريخ، ولكن هو تقريبا بتاريخ 2011. وكان الساعة احنا النهاردة كام اهو، في صباح 21 نوفمبر. بصباح 21 نوفمبر. في صباح 21 نوفمبر اللي هو الموافق يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022. كان الساعة 1:27 دقيقة، واستمر لحد 1:28 دقيقة، يعني استمر 60 ثانية. أنا لما فتحت اللايف لقيت ناس كتير دخلوا. كنت معتقدة ان هو من في اسكندرية فقط، على ان هو يعني اسكندرية دولة ساحلية، فاحيانا بيبقى مع النوات في هزات ارضية. ولكن من قوته فعلا كل محافظات مصر حست بيه. دخل معايا ناس اكدوا لي ان هو حصل في القليوبية، وفي الجيزة، وفي القاهرة، وفي اسكندرية هنا حصل في اماكن مختلفة: عجمي، كفر عبده، بكوس، ميامي، سيدي بشر. كل الاماكن في اسكندرية، طبعا منطقة شارع فؤاد واللبان. وكمان دخل معايا محافظات من وجه قبلي: الصعيد، والأقصر، بورسعيد، ودمياط، وهكذا. كله حس بيه، وكله شعر بيه جدا. والناس اللي ما شعرتش بيه، الناس اللي ممكن تكون كانت نايمة، او اللي هي ساكنة في ادوار ارضي او دور اول، ولكن الادوار العليا حسوا بيه جدا جدا جدا. ربنا يا رب يعديه على خير، وما يكونش فيه خسائر من الزلزال ده، لان طبعا العماير والبيوت اللي بتبقى متهالكة معرضة لأي يعني دمار من حاجة زي كده، طبعا زي الزلزال ده بقوته اللي حصلت دي. تاني هقول لكم: الزلزال دلوقتي نزل على الصحف المختلفة، واليوم السابع ان هو بمقياس 4.8 ريختر، وجاي من منطقة اليونان. فربنا يا رب يعديه على خير يا رب. واللي ما يعرفش يعرف اللي عرف، واللي عايز يطمن على حد يطمن عليه يا جماعة، لان الزلزال كان قوي. اللي عايز يطمن على حد في مكانه يطمن عليه. الزلزال كان قوي. وحطوا لايك للفيديو، اهم حاجة عشان الناس كلها تنزل تكتب لنا في التعليقات، تقول لنا هي منين وحست بالزلزال ولا لا. وانتوا كمان لو سامعين معايا الفيديو ده، انزلوا اكدوا علينا المعلومة: انتوا منين وحسيتوا بالزلزال ولا لا. سلام عليكم.